السفينة ماري سيليست ما كانتش مجرد سفينة عادية. اتبنت في كندا سنة 1861، وبعد فترة اتباعت لتجار أمريكان. في الأول كان اسمها أمازون، لكن بعد شوية حوادث صغيرة حصلت لها اتغير اسمها لماري سيليست. ودي نقطة مهمة، لأن البحارة زمان كانوا بيعتبروا إن تغيير اسم السفينة نحس، وكأنك بتغير قدرها نفسه. في نوفمبر سنة 1872 الكابتن بنيامين بريجز، اللي كان مشهور بالانضباط والدقة والسمعة الطيبة، قرر يجهز السفينة لرحلة جديدة من نيويورك لمدينة جنوة في إيطاليا. والشحنة كانت تقيلة وقيمة، حوالي 1700 برميل كحول خام، ودي كانت بضاعة غالية جدا في الوقت ده. لكن الغريب بقى إن بريجز ما اكتفاش بالطاقم المحترف بتاعه، لأ، ده أخد كمان مع مراته سارة وبنته الصغيرة صوفيا اللي عمرها سنتين. أما الطاقم فكان مكون من 7 بحارة محترفين، كلهم أصحاب خبرة وسمعة كويسة. في 7 نوفمبر 1872 غادرت السفينة ميناء نيويورك، وآخر إشارة اتسجلت عنها كانت يوم 24 نوفمبر قرب جزر الأزور في نص المحيط الأطلنطي، وبعد اليوم ده اختفت تماما.